اي والله شباب، السلام عليكم. اخبار العدادات راح تصعد حسب ما قال استاذ عادل، انه العدادات راح تصعد ولازم يعني واحد يستغل الفرصة. انا حاليا عندي عدادات تعطيني 23,000 نقطة و800. اعتقد انه راح يصعد الاسعار وراح يحذف ابو ال1000 نقطة. فعندكم مثل ما تشوفون عداد ال100 نقطة، عداد ال500 نقطة. احتمال انه راح يحذف عداد ال1000 نقطة، يضيف مكانه يسوي مثلا عداد 100، عداد 250، عداد 500. والعداد ال20 راح ينزل الجوه يسويها 20، 100، 250، 500. بهاي الطريقة من راح يزود ويبدل بالعدادات. راح يخلي العداد مثلا اول 100 نقطة مثل ما هسه تشوفون ب25,000 نقطة، راح يسوي مثلا ب30,000 نقطة. عندكم مثلا عداد ال100,000 راح يسوي ب125,000. احتمال راح يضيف مثلا عداد ابو ال250، راح يخلي مثلا بدال ما هذا 125 راح يخلي مثلا 75,000 نقطة او هيك. عندكم عداد ال5000، عداد ال20 5200 نقطة. احتمال مثلا راح يسوي فد 8000 نقطة. النقاط الجواهر اخر شي راح يشتريها لان ما فيها فائدة وخسارة. عندكم بعد سعر النقطة. احتمال انه بالتحديث الجاي، هسه احنا تونا حدثنا، عندكم التحديث الجاي راح يكون سعر النقطة احتمال مثلا 4000 نقطة. كل 4000 نقطة تصير دولار، لان خلي يقلب سعر شراء النقاط من الوكلاء كل 4500 نقطة تساوي $1. عاد انتو مثل ما تشوفون جاي يبدي سعر النقطة ينزل، تشتري 4500 نقطة من الوكيل تصير دولار. فاحتمال انه راح يدعم الوكلاء وراح يدعم الشاحنين والداعمين على مود توفر لهم نقاط. اي شخص يحب يدخل للقناة، قناة التليجرام، راح اخلي رابط القناة بالوصف. سلام.